تجربتي لما انكسروا جنودتي في داخل الخطوط الجوية القطرية أحكي لكم إياها وأفهمكم شلون نفهم العنصرية، شلون لازم نتعامل وياها حتى نفهم منو هو عدونا الحقيقي، منو جاي يسوي المشاكل بيناتنا احنا. أنا دكتور عمر وهاي تجربتي أحكي لكم إياها بكل أمانة. طيارتي كانت من داخل أوروبا، مطار السويد تحديدا في ستوكهولم اتجاه الدوحة عاصمة قطر العربية الإسلامية. ركز وياي لأنه الكلام جدا مهم. الموظفين اللي يشتغلون بالمطارات في داخل دول أوروبا بعضهم يمارس العنصرية معاك بشكل قانوني حتى يخليك ويخليك تحجون على هاي البلاد، تحجون على هاي الخطوط، على هاي الشركة القوية العريقة، بس بطريقة خبيثة مو بسهولة نفهمها. 3 موظفين بستوكهولم تعاملوا تعامل معايا أقل شيء أقول عليه حقير وعنصري، لكن يريدوني أحكي على الخطوط الجوية القطرية رغم أنهم مو موظفين بالخطوط الجوية القطرية بل يستأجروهم لعدة ساعات. يعني هم موظفين سويديين، ومن استلمت الجنطة لقيتها مكسورة. الهدف هو حتى أسب وألعن الخطوط الجوية القطرية. التصرف العقلاني هو لازم تتواصل ويا الشركة، تقدم بلاغ. شرحت لهم كل اللي صار معايا، اعتذروا من عندي، تواصلوا وياي بالتليفون وعوضوني مبلغ أكثر من حق الجنطة $90. شكرا قطر، شكرا للخطوط الجوية القطرية.